احنا الحصة اللي فاتت أخدنا الفاكتورايزيشن by taking out the GCF. طيب الدرس بتاع النهاردة هل هيكون مرتبط أو ليه علاقة بالدرس بتاع المرة اللي فاتت؟ في جزء من الدرس اللي فات هنستخدمه في درس النهاردة طبعا، ده أكيد. ولكن الفكرة الأساسية في الدرس ده مختلفة شوية عن الدرس اللي فات. يعني إيه factorizing trinomial؟ احنا اتفقنا قبل كده إن factorizing trinomial factorizing يعني هحول حاجات بدل ما هما معمول لهم بلس 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 هحولهم لحاجات تايمز بعضها، يعني مثلا براكتس تايمز بعضها، او حاجات بشكل عام تايمز بعضها، بدل ما يكون حاجة بلس حاجة بلس حاجة، لا هيكونوا براكتس تايمز بعضها. طيب يعني ايه تراينوميال؟ المرة اللي فاتت عرفنا يعني ايه تراينوميال، وقلنا ان التراينوميال انا عندي بيكون في اكسبريشن بيكون فيه one term، ده بنقول عليه مونوميال، واكسبريشن بيكون فيه two terms بنقول عليه باينوميال، واكسبريشن بيكون فيه 3 terms زي ما حضرتك شايف هنا في term التاني التالت، لان اللي بيفصل ما بين الترم والترم اللي بعده هو علامة البلس والماينس، ده بنقول عليه تراينوميال. طيب درس النهارده بقى بيتكلم عن ايه؟ انت قبل كده يا سيدي كنت بتاخد البراكتس دي وتفكها، صح؟ درستها بانك تفكها، تعمل x times x equal x square، وتعمل x times بوزيتيف 4 ببوزيتيف 4x، وتعمل ال 2 تايمز x بوزيتيف 2x، وال 2 تايمز 4 بوزيتيف 8. وبعد كده بتلاقي ال 4x وال 2x ينفع يتعمل لهم بلس، فتبقى x سكوير بلس 6x بلس 8، صح كده؟ فانت كنت بتاخد البراكتس تفكها. طب حصة النهاردة العكس. ايه ده يعني ايه؟ يعني حضرتك هيكون معاك الشكل ده وانت اللي ترجعه للبراكتس تاني. يعني مبدئيا انا جاي لي سؤال زي ده بيقول لي x سكوير بلس 6x بلس 8، ده اللي احنا لسه فاكينه حالا، عايز اعرف ازاي ارجعه. ركز معايا بعد اذنك، الموضوع سهل وبسيط، في اسطمبة معينة او خطوات معينة هتفضل تتكرر معاك، في خطوات معينة هتفضل تتكرر معاك، فارجوك ركز علشان يكون الموضوع سهل وبسيط عليك. اول خطوة هنعملها هو ان احنا هنفتح تو براكتس، انت بتعمل فاكتورايزيشن فهتفتح تو براكتس. تمام تمام، بعد ما اتاكدت ان الارقام بتاعتي مترتبه كويس ومفيش جي سي اف ينفع ناخده. يعني انا هنا لو في جي سي اف زي بتاع الحصه اللي فاتت لازم اخده الاول، لازم اطلع الجي سي اف الاول. لو في الترتيب مش مظبوط لازم اظبط الترتيب ده الاول. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا اكس سكوير، اكس باور 2، وهنا اكس باور 1، هنا مفيش اكس يعني اكس باور 0، فانت شغال descending على حسب الباورز بتاعت الاكس، كده انت ماشي تمام. لو كان الترتيب غير كده انت اللي هتظبطه. هظبطه ازاي؟ يعني لو كان كاتبها لك اكس سكوير بلس 8 بلس 6 اكس كده، هنا اكس باور 2 اكس باور 0 اكس باور 1، لا ما ينفعش. لازم نبقى ماشيين بنفس الترتيب، باور 2 باور 1 باور 0، تمشي descending. تمام يا شباب؟ طب يا مستر السؤال اللي قدامنا دلوقتي في حاجة من الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ لا لسه، الكلام ده هناخده او هيجيلك عليه اسئلة كمان شوية. طب دلوقتي انا قدامي سؤال خلاص يعتبر جاهز، ابدا ازاي؟ قال لي بص، اول حاجه احنا عملناها فتحنا ايه؟ التو براكتس بتوعي، وبعدين هنا اكس سكوير هتحط هنا اكس باور 1 وهنا باكس باور 1، يعني اخدت نص الباور او اخدت الباور قسمته نصين، هنا باور 1 وهنا باور 1، تمام كده؟ تمام. اه يا مستر بقى وناخد ال 8 نقسمها 4 و4؟ لا، انا عايزك تجيب لي تو نمبرز التايمز بتاعهم 8. في عندي 8 و1 يا مستر، وفي عندي 2 و4، مين اللي تنفع؟ قال لي انا هاخد التو نمبرز اللي their product is 8 and their sum is 6. مين الاتنين اللي البلس بتاعهم 6؟ قال لي الاتنين اللي البلس بتاعهم 8 بلس 1 ولا 2 بلس 4؟ قال لي لا ده ال 2 بلس 4. قلت له خلاص هاخد ال 2 وال 4، ال 2 ارميها في اي حته ورا، وال 2 ال 4 رميتها ورا، وال 2 رميتها هنا، لو كتبت ال 4 هنا عادي وال 2 هنا عادي. المهم ان ايه؟ كتبت هنا اكس وهنا اكس وهنا 2 وهنا 4، فالامور تمام. طب وبعدين ناقصك ايه دلوقتي؟ ناقصنا الساين، اكتب بلس ولا ماينس؟ قال لي بص، لو الاخيره بوزيتيف، لو الاخيره دي بوزيتيف يبقوا الاتنين زي اللي في النص، اللي في النص كانت ايه؟ بوزيتيف، يبقى هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. مستر انا حاسس ان انا مش فاهم قوي، طبعا احنا هنحل كتير باذن الله عشان الموضوع يبقى بالنسبه لك سهل وواضح، بس انا هجيب لك سؤال كمان. افرض جه قال لك انا معايا سؤال x باور 2 minus 7x بلس 12، سؤال زي ده حله ازاي يا محمد؟ قال لي اول حاجه
هفتح 2 براكتس برضو. هنا x باور 2 يبقى هنا x باور 1 وهنا x باور 1. انا عايز 2 نمبرز التايمز بتاعهم 12. في عندك 1 و12 وفي عندك 2 و6 وفي عندك 3 و4. بس انا عايز الاثنين اللي البلس بتاعهم 7. يبقى 3 وال4. اكتب 3 في اي حته وال4 في اي حته، يعني ال4 هنا او ال3 هنا مش هتفرق. وطالما الاخير بوزيتيف يبقى الاثنين زي اللي في النص، ماينس ماينس. تعالى هنا معايا سؤال كمان اهو. بيقول لي x سكوير بلس 5x بلس 6. المستر قال لك اول حاجه هتعملها هتفتح 2 براكتس. الاكس باور 2 يبقى هنا اكس باور 1 وهنا اكس باور 1. مستر طب لو كان هنا اكس باور 4 اكس باور 2 اكس باور 2. تمام كده، لسه هنشوفها كمان شويه برضه. عايز 2 نمبرز التايمز. باخد نص الباور هنا ونص الباور هنا. اكس باور 2 يبقى اكس باور 1 واكس باور 1. اكس باور 4 يبقى باور 2 باور 2. لو باور 6 يبقى 3 و3. ما تخافش مش هتجيلك 5 منها لنفسها كده. لو جاتلك ب 5 اكيد هيكون فيها فكره تانية جي سي اف في حاجه. والافكار دي كلها هنشتغل فيها كمان شويه، مش هينفع نقولها دلوقتي في اول الدرس. اتقل. هنا ال 6 انا عايز اعمل ايه؟ عايز 2 نمبرز التايمز بتاعهم 6. عندك 6 و1 و2 و3. بس انا عايز اللي البلس بتاعهم 5، فهاخد ال 2 و 3. فبالتالي هكتب 2 و 3. طالما الاخير بوزيتيف يبقى الاثنين زي اللي في النص، بوزيتيف بوزيتيف. شكرا، سلام عليكم. طب هنا لو انت كتبتها اكس باور اكس بلس 3 وهنا اكس بلس 2 عادي، مفيش اي مشكله، مفيش اي اندهاش، لان ده تايمز ده والاثنين نفس البراكتس. حتى الان مش هيحصل اختلاف ما بينهم ان شاء الله. طب هنا نفس الكلام، نفس السؤال اللي قبله اصلا. هفتح 2 براكتس x و x. رقمين التايمز بتاعهم 6 والبلس بتاعهم 5. عندك 2 و 3 وعندك 1 و 6. فانت هتكتب مين؟ طبعا هختار ال 2 و 3. ادي يا سيدي 3 اهي وال 2 اهي، بدلتهم لك عشان ما تزعلش. وطالما الاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين زي الايه؟ يبقى الاثنين زي اللي في النص. وبالتالي هكتب هنا ماينس وهنا ماينس. طبعا انت دلوقتي دماغك بتاكلك وعمال تقول طب يا مستر، طب لو كانت الاخيره ماينس، طب مش عارف ايه. كل الكلام ده هنشوفه، كل الاحتمالات دي هنشوفها. لا تقلق، حط في بطنك بطيخه صيفي. هنا جاي بيقول لي انا معايا اكس سكوير بلس 5 اكس ماينس 6. هفتح برضو 2 براكتس بدون اي اندهاش. هنا اكس يا عم اياد وهنا اكس كمان. وبعدين قال لي انا عايز رقمين التايمز بتاعهم 6. عندك 2 و 3 وعندك 1 و 6، صح؟ صح. بس انا المره دي مش عايز رقمين البلس بتاعهم 5، انا عايز رقمين الماينس ما بينهم 5. فمش هينفع اخد ال 2 و 3 لان الديفرنس بتاعهم 1. هاخد مين؟ قال لي هاخد ال 6 وال 1. ليه يا مستر؟ عشان دول الماينس بتاعهم 5. خدت ال 6 وخدت ال 1. وبعدين طالما الاخيره ماينس يبقى اكيد في واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف. مين البوزيتيف؟ قال لي بص، طالما الاخيره نيجاتيف خلي الكبير ياخد العلامه اللي في النص، الساين اللي في النص. الكبير ياخد اللي في النص. مين الكبير، ال6 ولا ال1؟ ال6 هي اللي تاخد اللي في النص، يبقى هي اللي تاخد البوزيتيف وانت تاخد النيجاتيف. هتقولي طب يا مستر افرض افرض كان في دي نيجاتيف ودي نيجاتيف كمان. هقول لك ده السؤال اللي بعده. عندي هنا فتحت 2 براكتس. اكس باور 2 هكتب له هنا اكس واكس. عندي هنا 6. عايز 2 نمبرز البرودكت بتاعهم 6 والماينس ما بينهم 5. عندك 1 و6 وعندك 2 و3. انا عايز الماينس ما بينهم 5. فبالتالي هاخد ال 6 وال 1. اكتب ال 6 في اي حته واكتب ال 1 في اي حته براحتك. ولكن 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 طالما الاخير نيجاتيف الكبير ياخد الميدل ساين. من الكبير ال6 يبقى انت اللي تاخد النيجاتيف وانت العكس. تاني تاني. هنا احنا قلنا انا عايز two numbers their product equal 6 and their difference equal 5. قلت لي 6 و 1. طب والساين هرصها على اي اساس؟ قال لي خد الكبير ياخد الميدل ساين. يعني مش دايما الكبير بياخد البوزيتيف ومش دايما الكبير بياخد النيجاتيف. الكبير بياخد مين يا عم محمد؟ الكبير بياخد الميدل ساين. الميدل ساين هنا بوزيتيف اديتها لها، الميدل ساين هنا نيجاتيف اديتها لها. مش بمزاجي، مش بمزاجي. يا عم سؤال كمان. ايه ده؟ ال باور 2 بلس 8 ال ماينس 20. هي دي تختلف عن اكس؟ لا، ولا اي اندهاش، نفس الكلام ونفس الشغل ونفس كل حاجه. انا هفتح 2 براكتس.
ال باور 2 يبقى هنا ال وهنا ال. هنا 20 الارقام اللي بتعطيك 20 عندك 1 و20 و2 و10 و4 و5 صح. انا عايز النمبرز اللي الديفرنس ما بينهم 8. يبقى ال 10 وال2 هكتب ال 10 في اي حته وال2 في اي حته. وبعدين قال لي طالما الاخيره نيجاتيف الكبير ياخد الميدل ساين. الكبيره ال 10 يبقى انت تاخد البوزيتيف والتانيه العكس. بس كده بس كده. طب امتى يكونوا الاتنين زي بعض؟ في حاله ان الاخيره بوزيتيف. طب لو الاخيره نيجاتيف الكبير ياخد الميدل ساين والتانيه العكس. سؤال كمان. عندي هنا 2 brackets. هنا انا عندي f سكوير ماينس 16f بلس 63. هكتب هنا f وهنا f. 63 انا عايز النمبرز اللي التايمز بتاعها ب 63 والبلس بتاعهم 16. في عندك 63 تايمز 1 وفي عندك 9 تايمز 7 وفي عندك 3 تايمز 21 اللي البلس بتاعهم 16. هما ال 7 وال 9. اكتب ال 9 في اي حته وال 7 في اي حته. الاخيره بوزيتيف يبقى الاتنين زي اللي في النص ماينس ماينس. شكرا. عايز تتاكد من حلك صح ولا غلط. هتروح تفكهم من تاني. هتقول له f تايمز f سكوير و f تايمز نيجاتيف 7 بنيجاتيف 7f ونيجاتيف 9 تايمز f بنيجاتيف 9f ونيجاتيف 9 تايمز نيجاتيف 7 ببوزيتيف 63. دول مع بعض نيجاتيف 16f. شفت الاف رجعت تاني ازاي؟ اللي كانت مختفية رجعت تاني عادي هتظهر لوحدها. تمام كده. فما تخافش مش هتهرب مننا ولا حاجة. هتفتح لي كتابك بيج 90. هتلاقي 4 أسئلة. فرتكهم لي بسرعة. أنا عايزك تحل الأربعة والمرة دي هتحل الأربعة علشان ده أساس لكل اللي جاي. بيج 90. فأول سؤال أنا هفتح 2 brackets عادي. أهو. هنا معايا اكس وهنا معايا اكس وال15 انا عندي 15 5 تايمز 3 و1 تايمز 15 بس انا عايز البلس بتاعهم 16 يبقى هاخد 1 و15. انا عايز طالما الاخيره دي بلس يبقى الاثنين زي اللي في النص بوزيتيف بوزيتيف. طب لو كتبت ال15 هنا وال1 هنا عادي مش مهم. السؤال اللي بعده برضه هفتح 2 brackets. هنا اكس وهنا اكس. هنا انا عايز two numbers their product equals 63 and their difference equal 2. عندك ال 9 وال 7 وعندك ال 21 وال 3 وعندك ال 63 وال 1 بس الديفرنس ما بينهم 2 هم ال 9 وال 7. الأخيرة ماينس يبقى الكبير زي اللي في النص. الكبير هو اللي ياخد اللي في النص لكن التانية العكس. ودي في ناس غلطت فيها عملوا الاتنين ماينس. هنا برضو هفتح البراكتس بتاعتي x و x. two numbers their product 10 and their difference 3 عندك 5 و 2 والكبير بياخد الميدل ساين والتاني العكس. السؤال الرابع. هنا x و x. two numbers their product is 14 and their sum is 9 يبقى 5 يبقى 2 و 7. وطالما الأخيرة بوزيتيف يبقى الاتنين زي اللي في النص. بس كده. دلوقتي احنا هنبدأ نكمل حل على نفس الدرس بتاعنا عادي مفيش فيه أي حاجة ولكن في بعض النقط البسيطة اللي لازم اخد بالي منها وانا بحل. زي ايه؟ انا قلت لك في الاول ان لازم اكون مرتب ولو في جي سي اف اخده. صح؟ طيب انا دلوقتي لو جيت ابص هتلاقي دي اكس باور 2 دي اكس باور 0 لان هي ما فيهاش اكس يعني باور 0 ودي اكس باور 1. طب ده كده ترتيب؟ هل هما كده مترتبين؟ لا. ما هو انا برتب على حسب الباورز بتاعت الفاريبل اللي موجود بس ماليش دعوه بالارقام. فيبقى هنا اكس باور 2 وتنقل دي زي ما هي بالساين بتاعتها نيجاتيف 14 اكس وبعد كده البوزيتيف 48 في الاخر. وبعدين خلاص بقى سؤال عادي عيش حياتك. افتح 2 brackets x و x. two numbers يا محمد their product 48 و their sum 14. عندك ال 12 وال 4 وعندك ال 1 وال 48 وعندك ال 6 وال 8 وعندك ال 2 وال 24 وفي و 4 وال 12. 4 وال 12 كتبناها فوق. وفي عندك 3 و 16 وحاجات كتير. ولكن اللي البلس بتاعهم 14 هم دول. هنكتب واحدة 6 وواحدة 8. وطالما الأخيرة بوزيتيف قولوا لي كده هنعمل إيه؟ الاتنين زي اللي في النص يبقى نيجاتيف نيجاتيف. كده انا خلصت. طب كان ينفع اعمل فاكتورايزيشن وانا مش مرتب؟ لا رتب الاول. طب دي يا مستر مش مترتبه؟ لا دي مترتبه. ايه ازاي في باور 2 في الاخر؟ ما هو انا لما برتب يا اياد
برتب على حسب باور فاريبل واحد مش الاتنين. يعني يترتب على حسب الاكس يا على حسب الواي. ده اهم حاجه. انا عندي هنا بص دي اكس باور 2، دي اكس باور 1، هنا اكس باور 0 ومفيش اكس اصلا، فهي كده مترتبه. ولو خدت بالك يا اياد هتلاقي ان هي كده كمان مترتبه على حسب الواي برضو، بس ascending مش descending. هنا واي باور 0، واي باور 1، واي باور 2، صح يا معاذ؟ يعني هي مترتبه. امال ايه يا مستر الواي باور 2 دي اول مره نشوف واي باور 2؟ ولا يهمك. ولا انت لما يكون معاك اكس سكوير مش بتحط هنا اكس وهنا اكس؟ طب ما انت معاك هنا واي سكوير، حط في الناحيه التانيه هنا واي وهنا واي وكمل حل عادي خالص ولا كانك شايف. يعني انا عايز two numbers their product is 20 and their difference equal 1. عندك 20 times 1 وعندك 4 times 5 وعندك 2 times 10. اعمل فيهم ايه؟ هعيدها لك تاني. اعمل فيهم ايه؟ قال لي انهي واحده فيهم اللي الديفرنس بتاعهم 1؟ اللي الديفرنس بتاعهم 1 هو ال4 وال5، فهكتب واحده 4 وواحده 5. وطالما الاخيره نيجاتيف الكبير ياخد الميدل ساين، الكبير ال5 تاخد الميدل ساين والتانيه العكس. تاني قلنا هنعمل ايه؟ اول حاجه يا عم اياد انا خدت هنا اكس سكوير، خدت اكس واكس قشطه. بعد كده يا عم محمد انا عملت الواي سكوير، خدت هنا واي وهنا واي، يعني قسمتها برضو واي باور 1 وواي باور 1 زي ما عملت مع الاكس، بس كتبتها في الناحيه التانيه. يعني دي كانت على الشمال كتبتهم على الشمال، ودول كانوا على اليمين كتبتهم على اليمين. ده بالنسبه للواي اللي هي الحاجه الجديده. لكن بالنسبه للنمبرز لا مفيش حاجه جديده، اشتغل عادي. two numbers their product is 20 and their difference equal 1. 1 مفيش هنا رقم يعني 1. والرقمين دول هما ال5 وال4، واحدة 5 وواحدة 4. بس كده. بس كده. آه بدأنا نغوط يا مستر، بدأنا نغوط. لا لا نغوط ولا حاجة، الكلام بدأ يتغير. لا الكلام مش هيتغير ولا حاجة. أنا قلت لك في أول الحصة إن إحنا يا عم إياد بنخش نعمل فاكتورايزيشن على طول، بس في شرطين. الأول لو الدنيا مش مترتبة رتبها، ولو في جي سي اف خده الأول. صح ولا غلط؟ قلت لي صح. طب ما أنا عايز الجي سي اف. بالنسبة للنمبرز مين الجي سي اف هنا؟ بالنسبة للنمبرز مين الجي سي اف؟ ال 3. ما انا ما اعرفش اخد اكتر من ال 3، ما اعرفش اخد اكتر من ال 3 لان ده اصغر رقم، ما ينفعش اخد اكتر منها. طب بالنسبة للفاريبلز a باور 3 a باور 2 a باور 1، محمد انا باخد الفاريبل باقل باور اللي هو a باور كام؟ اللي هو a باور 1. خدتها. بعد كده ببدأ اعمل ديفايد 3 ديفايد 3 1، a باور 3 ديفايد a تبقى a باور 2، 9 ديفايد 3 تبقى بوزيتيف 3، a باور 2 divided a تبقى a minus 120 divided 3 تبقى 40، وال a راحت مع ال a خلاص. ده بقى هيتعمل له factorization، بيتفك قوسين. طب يا مستر وال 3 اللي كانت موجودة في الأول زي ما هي، إيدك ما تتمدش عليها. ما هي دي تبع السؤال، تبع الإجابة بتاعتنا، ما ينفعش أشيلها. ما ينفعش أشيلها. أنا لسه ما عملتش فاكتورايز. أنا ما كل اللي عملته دلوقتي أنا لسه ما عملتش فاكتورايزيشن. أنا كل اللي عملته إن أنا أخدت الجي سي اف. لسه هبدأ أعمل فاكتورايزيشن. ال a سكوير هخليها a و a، وال 40 انا عايز two numbers البرودكت بتاعهم 40 والديفرنس ما بينهم 3. عندك ال 40 41 و8 و5 و2 و20 و4 و10 وحاجات جميله كتير. لكن اللي الماينس ما بينهم 3 هما ال 8 وال5. واحده 8 وواحده 5. الاخيره نيجاتيف، الكبير ياخد الميدل ساين، ال 8 هي الكبيره والتانيه العكس. ال 3a زي ما هي، وال a بلس 8 و a ماينس 5 دي الاجابه. يبقى انا اول حاجه عملتها ايه؟ بصيت على السؤال. السؤال بص لي ازيك يا سؤال، قال لي ازيك يا مستر. بقول له ايه يا عم ال 3 اللي قدامك دي؟ قال لي دي جي سي اف انت هتاخدها. دي هتاخدها فاكتور، هتاخدها من ضمن الكومن فاكتورز اللي هتاخدها. طب بالنسبه للايه يا اياد؟ ما هي دي a باور 3. اياد متنح بيقول لي يا مستر هو مش المفروض يبقى هنا ايه مثلا باور 2 هنا ايه باور 2؟ هي ازاي اود؟ هقسمها 2 ازاي انا؟ قلت له لا استنى ما تستعجلش، هي مش اود، انت لسه هتاخد الاي كومن فاكتور فهتتظبط معاك وتبقى ايفن. طب لو كانت باور 5 هتلاقي فيه برضه كومن فاكتور يخليها لك باور 4. فاهم الفكره؟ هتلاقي فيه كومن فاكتور يظبطها لك. يبقى انا هنا السؤال ده الاولاني ما كانش جاهز، كان فيه فاكتورز لازم اخدها، لان هنا كان فيه 3 وهنا فيه 9 وهنا 120. لان احنا خد بالك كل اسئلتنا في الحصه بتاعت النهارده لازم ال A باور 2 او ال X باور 2 او الحاجه اللي هتبقى موجوده في الاول لازم تكون
الكوفيشنت بتاعها 1 لازم ما يكونش قدامها رقم، لازم هنا ما يكونش في قدامها رقم، ده هيكون 1. ده في الشغل بتاع حصة النهاردة. الحصة الجاية إن شاء الله هيكون في هنا رقم غير ال1 عادي، لكن في حصة النهاردة لازم هيكون كله كام؟ 1. فهنا في 3 خدتها as a common factor مع ال A لأن في A متكررة فيهم التلاتة، طبعا ده من الدرس اللي فات. هنا بيقول لي m times m plus 3 minus 18. عشان احل سؤال زي ده زي ما انت شايف برضو ماهوش جاهز، مفيش فيه ام باور 2 ولا في اي حاجه من اللي انت بتعملها، يعني كل الشغل اللي انت كنت بتعمله ما انتش شايفه. هل انت شايفه قدامك؟ مفيش فيه حاجه ظاهره من اللي احنا بنعمله. فهنعمل ايه يا خديجه؟ قال لي احنا هو عمل فاكتورايزيشن، يعني هو في جزء هنا هو عمل له فاكتورايزيشن صح، بس الفاكتورايزيشن اللي انت عملته ده غلط. فانت هتقول اول ما صنايعي بيجي يشتغل ورا صنايعي تاني بيقوم قايل ايه من الصنايعي الحمار اللي كان شغال قبل مني، بس احنا مش هنقول كده، احنا مؤدبين مش هنقول كده. هو كان بيعمل فاكتورايزيشن، فالفاكتورايزيشن اللي هو كان عامله كان غلط، فاحنا هنفك اللي هو عمله ونعمل احنا فاكتورايزيشن على النظافه. انا همسك الام اعملها تايمز ام تبقى ام باور 2، وام هعملها تايمز 3 تبقى 3 ام، والماينس 18 في الاخر. دلوقتي السؤال بقى جاهز تعمل له فاكتورايزيشن. هبدا اعمل فاكتورايزيشن. m باور 2 تبقى m و m. two numbers their product is 18 and their difference equals 3. عندك ال 18 في عندك 18 و 1 و 2 و 9 و 6 و 3. طبعا هناخد ال 6 و 3 عشان الديفرنس بتاعهم 3. هنا الساين الأخيرة نيجاتيف، يبقى الكبير هياخد الميدل ساين. الكبيرة اللي هي ال 6 ولا 3؟ الكبيرة اللي هي ال 6، يبقى دي اللي تاخد البوزيتيف اللي هي الميدل ساين، ودي اللي تاخد عكسها. الملعب ولع. الملعب ولع. اكس باور كام؟ دي اكس باور كام؟ اكس باور 4. والواي باور كام؟ واي باور 2. حلو. انا عندي هنا اكس باور 4، اكس باور 2، اكس باور 0. السؤال مترتب. طب نبص اذا كان في جي سي اف هناخده ولا لا. في حاجه متكرره، في حروف متكرره؟ مفيش. يعني هنحل على طول. يبقى بالتالي لما اجي احله هعمل 2 براكتس، بس الاكس باور 4 مش هفكها اكس واكس، امال هفكها ايه؟ اكس باور 2 واكس باور 2. طب والواي باور 2 هنفكها واي وواي، كل واحد على قد الباور بتاعه. ما انا مش هينفع اخليها هي كمان واي باور 2، انت مين انت بنت مين انت، فاهم؟ انت واي باور 2 مش اكس باور 4 زي مش باور 4 زي الاكس. طيب بالنسبه لل 10 انا عايز تو نمبرز البرودكت بتاعهم 10، اللي هو 10 و1 او 2 و5، بس الديفرنس ما بينهم يكون كام؟ يكون 3. كلام جميل. يبقى احنا هنختار ال 2 وال 5. ارمي ال 2 في اي حته وارمي ال 5 في اي حته براحتك، ولكن في الساين بقى ركز. طالما الاخيره نيجاتيف الكبير ياخد الميدل ساين. الكبيره ال 5 ولا ال 2؟ لا الكبيره ال 5. يبقى دي، ودي بالعكس يبقى بوزيتيف. يبقى ال 5 هي النيجاتيف والعكس هي البوزيتيف. فالسؤال تشوفه تتخض، لكن هو من جوه مارشميلو. يلا. يلا ركز يلا. يا عم سؤال كمان. اه اه. واضح ان اللي كان شغال قبلنا حل غلط، صح؟ ليه؟ لان المفروض لو انت عملت فاكتورايزيشن مثلا يبقى ده بس، انما ايه ماينس 42 واي سكوير دي كده في غلطة، صح ولا غلط؟ في حاجة غلط. فاحنا هنفك ننظف ونشتغل على نظافة. x تايمز x بx سكوير، و x تايمز 3y ب 3xy، 2y تايمز x ببوزيتيف 2xy، و 2y تايمز 3 يبقى بوزيتيف 6y سكوير، ماينس 42y سكوير. اللي شبه بعضه خلصه. اكس سكوير دي ما فيهاش. الاول بس نخلص دول عشان دول شبه بعض ودول شبه بعض نخلصهم. يعني 3xy و 2xy يعني بوزيتيف 5xy. 6 minus 42 يعني نيجاتيف 36y سكوير، صح؟ طيب انا عايز two numbers their product 36، اللي هو زي ال 4 وال 9 وال 3 وال 12 وال 1 وال 36 وال 2 وال 18، وكمان في حاجة تانية، في كمان 6 و 6. تمام. طيب انا هفتح تو براكتس اهم، x و x و y و y.
عايز بقى ايه رقمين التايمز بتاعهم 36 والديفرنس ما بينهم 5، ال4 وال9. نكتب ال9 في اي حته وال4 في اي حته، وطالما الاخير نيجاتيف الكبير ياخد الميدل ساين، والكبير هنا هو ده وانت العكس. صعبه؟ الموضوع لما بدأ يتكرر خلاص بقى سهل، الموضوع لما بدأ يتكرر خلاص بقى الموضوع بسيط. طيب احنا عكسنا دول، احنا قلنا الكبير ميدل ساين، الكبير هي ال9 دي تبقى بلس ودي اللي ماينس، احنا عكسنا دول. طيب هنا طبعا لو انت لو كانت معكوسه كده سؤالك غلط خلاص طارت الدرجه، مع السلامه. هنا في البيج 91 هتلاقي فيه 6 اسئله، انا عايز الثلاثه اللي على اليمين بس، الثلاثه اللي على اليمين بس دلوقتي عشان لسه في حاجات تانية عايزين نتكلم فيها. تعال نحلهم مع بعض. هنا في السؤال الاول، السؤال رقم 2، هبدأ ان انا اعمل فاكتورايزيشن على طول لان هي مفيش فيها اي حاجه هتتعمل، لا في جي سي اف ولا في ترتيب ولا اي حاجه. هكتب هنا اكس وهنا واي وهنا اكس وهنا واي وهنا واي. عايز تو نمبرز البلس بتاعهم التايمز بتاعهم 8 والبلس بتاعهم 6، عندك ال 2 وال 4، وطالما الاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين زي اللي في النص ماينس ماينس. دي الاولى. السؤال الرابع والسادس مش جاهزين، محتاجين ان هم يتجهزوا الاول. فهعمل y تايمز y تبقى y سكوير، و y تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 2y ماينس ال 63. هنا بقى ابدا اعمل فاكتورايزيشن. هقول له هنا y و y، ال 63 عايز رقمين التايمز بتاعهم 63 والديفرنس ما بينهم 2 هم 9 و 7، والكبير ياخد الميدل ساين والتاني عكسه عشان الاخيره كانت نيجاتيف. ده كويستشن 4. كويستشن 6 برضو الفاكتورايزيشن اللي هو عامله مش صح او مش كامل، محتاج ان احنا نفك اللي هو عمله ونشتغل احنا على نظافه. فهنا x تايمز x تبقى x سكوير، و x تايمز 7 تبقى بوزيتيف 7x، 1 تايمز x بوزيتيف 1x، و1 تايمز 7 بوزيتيف 7، مع ال5 اللي في الاخر ما تنساهاش عشان في ناس نسيتها ورجعت عادت السؤال بيها. x باور 2، 7x و x يعني بوزيتيف 8x، و7 و5 12. اعمل فاكتورايزيشن بقى. x و x two numbers their product equal 12 and their sum equal 8، يبقى 2 و 6 وبوزيتيف بوزيتيف. دي الإجابة بتاعتي وبس. تعالى كده هنحل مع بعض على نفس الكلام، بس المرة دي هيكون equation، يعني نفس كل اللي احنا قلناه قبلها بس المرة دي هيكون في شكل equation. equation يعني هيطلب مني ان انا اجيب له solution set. هو بيقول لي solve each of the following equations in R، فبيقول لي x باور 2 minus 8x plus 15 equal 0. عشان احل سؤال زي ده فانا محتاج اعمل فاكتورايزيشن الاول. الاكس باور 2 هعمل فاكتورايزيشن عادي خالص وهو يقول له ايكوال 0. طب احنا في اللي فاتوا كنا بنحل اكسبريشنز، لكن هنا انا بقول له ايكوال 0 عشان دي ايكويشن. واعمل فاكتورايزيشن بتاعك عادي خالص، اكس سكوير اكس واكس، ال 15 وال two numbers their product equal 15 and their sum equal 8، يبقى عندك 3 و 5، وطالما الاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين زي ايه؟ زي اللي في النص. انا عندي حاجتين التايمز بتاعهم بزيرو، ما هو القوس ده تايمز القوس ده بزيرو، فيا اما الاكس ماينس 3 ايكوال 0 اور الاكس ماينس 5 ايكوال 0. فيا اما من هنا الاكس تبقى ب 3 ومن هنا الاكس تبقى بكام؟ تبقى ب 5. هو قال لي حلها في الار، فاقوم قايل له السوليوشن سيت بتاعتي 3 و5 لان الرقمين دول موجودين في الار عادي. وبعدين كده السؤال خلص. واحده كمان، هتلاحظ ان الاجابه هنا طالعه اجابتين مش اجابه واحده، لان هنا دي من السكند ديجري، الايكويشن دي من السكند ديجري يعني باور 2، وطالما باور 2 بتعمل انت فاكتورايزيشن للايكويشن بتاعتك اللي من السكند ديجري، ساعات بيطلع لك اجابتين، ساعات بيطلع لك اجابه واحده، ساعات ما بيطلعش ولا اجابه، ولكن مش هتلاقيها بتطلع لك 3 solutions، لا ماكسيمم 2. طالما من السكند ديجري ماكسيمم 2، ممكن تطلع اتنين، ممكن يطلعوا نفس النمبر متكرر، وممكن ما يطلعش ولا اجابه خالص عادي. فده عادي خلاص طالما في السكند ديجري يطلع لك اجابتين. طب اخد ال 3 ولا ال 5؟ انا باخد الاثنين طالما الاثنين في الار. في السؤال اللي بعده m باور 2 minus 14m plus 45 equal 0، هعمل فاكتورايزيشن. هقول له ادي ال m وال m، رقمين التايمز بتاعهم 45 والبلس بتاعهم 14، عندك 9 و 5،
الأخيرة بلس يبقى الاتنين زي اللي في النص، فيا إما ال m minus 9 equal 0 or m minus 5 equal 0. من هنا ال m تطلع 9 ومن هنا ال m تطلع 5، يبقى السوليوشن set بتاعتي equal 9 وإيه و5. دي الفاليوز بتاعت ال m. نفس الكلام هنا، بس أنا عشان أحل يا شباب الإيكويجن لازم السايد ده يكون 0. فلو في أي حاجة مش هنا، يعني أي حاجة موجودة هنا مش الزيرو، دخلها جوه، قول لها إيه خش جوه بالتمعهم عشان إيه، عشان نبدأ نحل وإيه هنرش مية. فالإكس سكوير أهي، وارتب بقى، يعني مش هدخلها مره واقعد ارتب بعدها، لا ال 2 اكس تيجي بعد الاكس تبقى ماينس 2 اكس عشان هي كانت بوزيتيف داخله نيجاتيف، والماينس 15 في الاخر اهي ايكوال 0، واعمل فاكتورايزيشن عادي زي ال 7000 سؤال اللي حلناهم. 2 نمبرز التايمز بتاعهم 15 والماينس ما بينهم 2 5 و 3، الكبير ياخد الميدل ساين والتاني عكسه، فيا اما الاكس ماينس 5 بزيرو يا اما الاكس بلس 3 بزيرو، ومن هنا الاكس ايكوال 5 ومن هنا الاكس ايكوال نيجاتيف 3، يبقى السوليوشن ست بتاعتي ايكوال 5 ونيجاتيف 3. هو صراحة ما كانش طالب السوليوشن ست هنا، هو ما كانش طالب السوليوشن ست، ولكن احنا جبنا له السوليوشن ست في الاخر طالما قال لي في الار جبت له السوليوشن ست بتاعتك، ولو عاوز ايه الحل وخلاص فالحل اهو، لكن عايز سوليوشن ست فالسوليوشن ست بتاعتي اهي. السؤالين اللي على البورد حلهم لي في ورقة، يلا بسرعة ما تدورش في الكتاب، حلهم في ورقة على طول بسرعة ما تضيعش وقت. تعال نحلهم يلا مع بعض. هنا في السؤال الأول بيقول لي x باور 2 minus 21 equal 4x، اتفقنا ان احنا هندخل 4x دي جوه، يعني x باور 2 minus 4x minus 21 equal 0. هبدأ اعمل factorization، هنا x وهنا x، two numbers their product equals 21 and their difference equal 4، يبقى عندك مين ال 3 وال 7، الكبير ياخد الميدل ساين والتانية العكس، فيا اما x plus 3 equal 0 منها يا خديجة يبقى ال x equal negative 3، أو x minus 7 equal 0 يبقى منها ال x equal 7، وبالتالي يبقى السوليوشن ست بتاعتي هي النيجاتيف 3 وال 7. في السؤال التاني هنحتاج نرتبهم الأول، هقول له L square plus 6L plus 5 equal 0. فاكتورايزيشن يلا، L و L وهنا 5 وهنا 1 عشان الرقمين دول التايمز بتاعهم، الرقمين التايمز بتاعهم 5 والبلس بتاعهم 6 يبقى 5 1، والاخيره بوزيتيف يبقى الاثنين زي اللي في النص، ولكن لما اجي اكملها حل ايكويشن هقول له ال بلس 5 ايكوال 0 او ال بلس 1 ايكوال 0. من هنا ال البلس 5 لما تروح الناحيه الثانيه تبقى ماينس 5، والال برضه هتبقى هنا البوزيتيف 1 يروح الناحيه الثانيه نيجاتيف 1، ويبقى السوليوشن ست بتاعتي هي نيجاتيف 5 ونيجاتيف 1. اخر جزء في الدرس، اخر حاجه خلاص، مش في الدرس، في نص الدرس، انا اسف، في نص الدرس، اخر حاجه في نص الدرس. الحصة الجاية هتعمل نفس اللي عملناه النهاردة بقى equations وفاكتورايزيشن وكل الكلام ده، ولكن هيكون أسهل بعد ما تكون حليت الهوم ورك بتاع درس النهاردة، هيكون أسهل كتير جدا بإذن الله. بيقول لي find the integer values of b that make each of the following factorizable. يعني إيه؟ أنا عايزك تجيب لي رقم مكان البي ينفع يخلي الاكسبريشن ده كله ينفع يتعمل له فاكتورايزيشن. يعني مثلا احنا لما كنا بنحل من شويه كنت بتقول انا عايز رقمين التايمز بتاعهم 5 والبلس بتاعهم 6، صح؟ حلو، هات لي كده الارقام اللي التايمز بتاعهم 10، عندك 10 و1 وعندك 2 و5، صح؟ فلو التايمز هنا المفروض البلس يكون هنا، صح ولا غلط؟ حلو، طب 10 تايمز 1 10 بلس 1 تبقى 11، يعني البي ممكن تكون ب 11، لو عملت لهم بلس هيبقوا 11، وممكن لو عملت لهم بلس يبقوا كام؟ يبقوا 7. طب هل في اجابات تانية؟ في اجابات تانية، ازاي؟ هقول لك. ما هو حضرتك انا عايز رقمين التايمز بتاعهم كام؟ 10، صح؟ حلو، طب ما انا ممكن اقول لك نيجاتيف 10 ونيجاتيف 1، ما هو التايمز بتاعهم 10 برضه، وساعتها البلس بتاعهم هيبقى نيجاتيف 11، او اقول لك برضه نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5، التايمز بتاعهم 10 بس البلس بتاعهم هيكون نيجاتيف 7. طب هو عايز كام اجابة؟ هو عاوز الانتجر فاليوز، عاوزهم كلهم، فدي الانتجر فاليوز اللي تنفع معايا. في الطبيعي بيطلب منك واحده او بيجيب لك سؤال تشوز ويقول لك مين فيهم تنفع، بس سؤال اللي تشوز بيبقى سهل. عارف سؤال اللي تشوز بيبقى سهل ليه يا اياد؟ لان ببساطه مش انت جايب لي بي وجايب لي اختيارات، هجرب،
هشيل البي واحط مكانها كل اختيارات من الاختيارات اللي انت جايبها، اشوف مين فيهم اللي هتخليه ينفع يتعمل له فاكتورايزيشن واقول له هي دي. مش فاهم يا مستر. الاربع اجابات هو عاوز الاربعه، لان هو بيقول لي find the values of b. عايز الاجابات كلها، هم اربع اجابات. لا انا مش هعمل فاكتورايزيشن، هو بس بيقول لي انا عايزك تجيب لي الفاليوز بتاعت البي اللي هتخليه ينفع يتعمل له فاكتورايزيشن. هكمل بقى اعمل فاكتورايزيشن؟ لا، مش هعمل حاجه. النوع ده من الاسئله زي ما قلت لك بيجي في التشوز، بيكون عاطلك السؤال زي كده برضو، بس عاطلك اختيارات ويقول لك مين فيهم صح، فانا ببساطه بشيل البي واجرب الاختيارات اللي معايا اشوف مين فيهم هتنفع. تمام. هيبقى في واحده صح، مش اكتر من اجابه صح في الاختيارات، طالما اختيارات هيبقى قايل لك ايه واحده بس اللي صح. طيب. وخد بالك انا لحد دلوقتي ما شرحتلكش ازاي تحل الكلام ده بالكالكوليتر، ومش هشرحه لك دلوقتي لحد اما تتقنه بدماغك، وبعد كده اقول لك اللي انت عايزه بالكالكوليتر بحيث انك تتشك الانسر بتاعتك. هنا في question 2 بيقول لي x باور 2 بلس bx minus 8. انا عايز رقمين التايمز بتاعهم نيجاتيف 8. عندي نيجاتيف 8 و1، وعندي 8 ونيجاتيف 1. ايه هتفرق؟ اه تفرق، هتفرق لما تيجي تعمل لهم بلس بعد كده. وعندي كمان وعندي كمان 2 و4 ونيجاتيف 4، وعندي نيجاتيف 2 و4. ما هو انت اللي مستعجل، انا هقول بس انت اللي مستعجل. نيجاتيف 8 و1 و8 ونيجاتيف 1، 2 ونيجاتيف 4 ونيجاتيف 2 و4. طيب البلس بتاع دول كام؟ البلس بتاع دول هيطلع معاك نيجاتيف 7. امال البلس بتاع دول هيطلع كام؟ 7. شفت الفرق بقى فين؟ شفت الفرق؟ هنا 2 ونيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 2. البلس بتاع دول 2. يبقى دول الاربع اجابات بتوعي اللي ينفعوا. تاني، انا دورت على الارقام اللي التايمز بتاعهم نيجاتيف 8 والبلس بتاعهم يبقى هنا. فهنا نيجاتيف 8 و1. واحد هيقول لي يا مستر طب معلش هو مش حضرتك في هنا ماينس ليه؟ قلنا البلس بتاعهم يبقى هنا مش الماينس. هفهمك. لان اصلا دي انا ممكن اكتبها كده x باور 2 بلس بي اكس بلس نيجاتيف 8. فاهم حاجه؟ انا عايز ارقام التايمز بتاعهم نيجاتيف 8 والبلس بتاعهم يبقى هنا عادي خالص. فانا حليتها عادي. انا عايز رقمين التايمز بتاعهم نيجاتيف 8 اهم، والبلس بتاعهم الاجابات اللي احنا طلعناها هنا. طب الاجابات بتاعتي فين؟ نيجاتيف 7 و7 ونيجاتيف 2 و2. دول الاربع اجابات بتوعي. تمام كده. اخر حاجه التشيك بتاعتك، حتى انا ما جبتش رقم الصفحه، هتبدا تحلها وبس. هنا في السؤال الاول انا عايز تو نمبرز البلس بتاعهم 21، فالتايمز بتاعهم 21 والبلس بتاعهم بي. فالنمبرز اللي التايمز بتاع 21 عندك 21 و1 و ونيجاتيف 21 ونيجاتيف 1 و3 و7 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 7. البلس بتاع دول والبلس بتاع دول والبلس بتاع دول والبلس بتاع دول، هنجيب البلس بتاعهم كلهم. دول هيطلع معاك 22، دول نيجاتيف 22، دول 10 نيجاتيف 10. دول الاربع اجابات. يبقى البي may be equal 22 or negative 22 او 10 او negative 10. نفس الكلام في التانية. عشان اجيب ارقام التايمز بتاع نيجاتيف 21 عندك نيجاتيف 21 و1، وعندك 21 ونيجاتيف 1. يعني مرة النيجاتيف هنا ومرة النيجاتيف هنا، لازم يبقى في نيجاتيف واحد عشان الإجابة تفضل تطلع نيجاتيف زي ما هو كاتب. وعندي 3 ونيجاتيف 7، وعندي نيجاتيف 3 و7. هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أعمل بلس لكله. كل اتنين هعمل لهم بلس، كل بير هعمل لهم بلس مع بعض. نيجاتيف 21 بلس 1 دي بقى تبقى نيجاتيف 20. 21 ماينس 1 يبقى 20. ولاحظ دايما بتلاقي واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف، واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف، نفس الإجابات بس واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. 3 ماينس 7 تبقى نيجاتيف 4، والأخيرة هتطلع معاك 4. يبقى الإجابات بتاعتك نيجاتيف 20 و20 ونيجاتيف 4 و4. بس كده. هي دي الحكاية، هي دي الرواية. أتمنى تكون استمتعت معايا. أشوفك الحصة الجاية. الهومورك هيجيلك على الجروب، والحصة هتجيلك على الجروب، والكويز اتعمل وهيجيلك على الجروب. سلام.